لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. افتحوا يا جماعة، افتحوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. مر الجنازة. ما تقدر تصير هوي. ما تنفع شيء. نزل هنا. هاي. ما بتقتلوا كده. قبلك ثبت يا عبدالله. ما تنزل الناس عتقوا عليه. ما تنزل يا ناس. الناس دي تعبت الشايله دي، خلوها. ما تودوا وراك كله. يا اخوانا دي فيها ناس. خليه يخش. دخلوا بالشيخ يا جماعة، دخلوا بالشيخ. العشيرة
وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نشهد له بالخير يا الله. اللهم شفعنا فيه، اللهم شفعنا فيه، اللهم شفعنا فيه، اللهم لا تكفنا خيرا بما علم، اللهم خيرا بما علم، اللهم خيرا مما علم. اللهم يا ربنا وسع له في مرقده يا الله. اللهم ارحمه يا ربنا، اللهم ارحمه يا ربنا، اللهم ارحمه يا ربنا، اللهم ارحمه يا ربنا، اللهم وسع له في قبره مقربا، اللهم اسكنه فسيح جناته، اللهم اسكنه فلل والبسه الحلل، اللهم يا ربنا زوج له من الحور العين، اللهم يا ربنا اكرمه بكرمك يا ربنا، اللهم اكرمه بكرمك يا الله، اللهم اكرمه خير ما اكرمت رجلا يا الله، اللهم اكرمه وعبادك المؤمنين، اللهم يا ربنا صبرنا بمصابنا يا الله، يا الله، اللهم صبرنا بمصابنا يا الله، اللهم اغفر لنا خيرا منه، اللهم اغفر لنا خيرا منه، اللهم ارحمنا وتب علينا يا رب العالمين. اللهم صل والله حد هنا في المغاية لو عندك طريقة معك دابة نرجع يا جماعة نرجع وسط ارجع الدور وما نطلع في المغاية يا جماعة اطلع في الغروب يا جماعة لي وش كل دول عنده فرق
ارفعوا يا اخي، جيبوا يا اخي العنقريب، ارفعوا العنقريب، ارفعوا هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وهذه المقابر. تلفزوا إخواني إلى ما حولكم، ماذا تجدون؟ تجدون أناسا عمروا هذه الحياة مهما طالت الأعمار، غادروها وهي النهاية التي لا بد منها، كما قيل للسابقين الذاهبين من القرون لنا بصائر. لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار الناس صائر. إخواني، مهما تزينت الدنيا هذه النهاية، نهاية الإنسان، نهاية كل إنسان، فلا بد من الاستعداد لنرحل من هذه الحياة الفانية، ولا بد من التزود من التقوى، تقوى الله جل جلاله، كما قيل تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل الذي خلق الشمس والقمر والليل والنهار، وحد الله بأسمائه وصفاته وبأفعاله، لم ينادي إلا الله، لم يستأذن إلا بالله، لا إله إلا الله إلا على الله، ولم يقل بعمله إلا وجه الله. أقرب إليك ربك من حبل الوريد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق
ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. معها سائق وشهيد. سائق يسوقها إلى الله وشهيد يشهد لها بين يدي الله تبارك وتعالى. إخوتي، إنها والله لحياة فانية. وها هو شيخنا وابننا محمد الذي أعرفه منذ رضاعته، منذ ولادته، والذي تربى وترعرع في الدعوة أيها الإخوة والأبناء، وخاض البلاد شرقا وغربا يبلغ دين الله. فقد جاءته المنية وهو لم يسعى إلى دنيا ولا إلى جمع مال وإلى مأرب من مآرب الحياة، يريد من وراء سعيه هذا وجه الله تبارك وتعالى ورفع شأن هذا الدين العظيم وتعليم عباد الله ما أوجب الله عليهم من العقيدة الصحيحة والعبادة السليمة. فجاءته المنية. فبشرى لك يا ولدي، هنيئا لك يا ابني. هذه بشارة أن نرى هذه الأعداد الهائلة التي تشيع جنازتك. وكما قلت، إذا أحب الله عبدا أخبر بذلك جبريل، فنادى جبريل في السماوات إن الله أحب فلانا فأحبوه. في التوحيد، في التوحيد، ثم يلقى في التوحيد، في التوحيد، فيحبه أهل الأرض. من كان أرجو الله أنا أن تكون جنازتي كهذه الجنازة، وأتمنى أن أموت الآن أيها الإخوة حتى أشاهد هذه الوجوه النيرة. إخوة التوحيد، آمنوا بالله أولا، فإن التوحيد سعادة الحياة، سعادة الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا والآخرة. معرفة الله والاستقامة على طريق الله واتباع منهج النبوة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد هذه الكائنات الذي أصلح الله به الدنيا، صلح برسالته أمر الدنيا والآخرة. إخواني، أوجد أمة هكذا كما ترون، فترك فيها كتابا لله يتلى. ينبغي الاهتمام بالقرآن وتنزيل آيات القرآن حتى يتعلم الناس الحلال والحرام والوعد والوعيد وأمر الجنة والنار، يعيشون بين الخوف والرجاء. أيها الإخوة والأبناء، إنها أيام قصيرة والله تمضي، فلتنظروا ليل يجيء وصبح يتلوه وقت ظهيرا حتى تصير هشيما. تلك الحياة النظيرة، فيندم الإنسان حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ القبور إلى يوم يبعثون. ويا ربنا هذا شيخنا بين يديك. يا ربنا افتح له، يا ربنا آنس وحشته، يا ربنا ارحم غربته، يا ربنا تقبل محاسنه، يا ربنا تجاوز عن سيئاته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه يا ربنا من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. ابدله يا ربنا دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. اللهم يا رب اخلفه في اولاده واخلفه في زوجاته واخلفه بأهله يا ربنا. اللهم ارزقه يا ربنا واكلهم يا ربنا وكن مقامه بأهله يا ربنا. فقد ترك صغارا وترك زوجات ووالدين، فكن كفيلهم يا ربنا، رحمة بهم يا ربنا ومكافأة لشيخنا يا ربنا. اللهم توفنا مسلمين بعد أن تحيينا مسلمين وتوفنا موحدين. إن العبد الصالح إذا أدخل القبر جاءه ملك أبيض الوجه حسن الشكل
فيوصل هنيه فيمنح ربك ربي الله ومن نبيك محمد وما دينك، فيجيب الإجابة السدي فيقال له نمت كنوم العروس. اللهم اجعل يومه هذا يوم عرسه، يوم يصف الرجل إلى زوجته يا ربنا، وأن له قبره وأصلح له قبره. اللهم يا ربنا افتح له طاقات الجنان وتحب به الرحمة من كل مكان يا ربنا. اللهم يا ربنا اجعله في نعمة من عندك في ظل ممدود وماء مسكوب وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة يا ربنا. اجعل الآخرة شغله يا ربنا، واشغله عن دنيانا الفانية برحاب الجنان يا ربنا وما عندك من النعيم. إخواني أطال الله أعماركم، وهكذا أوصى شيخنا ألا جمع بعد الدفن. إنها سنة محمد، السنة التي فقدت، السنة التي ضاعت، عدم الجلوس وتلقي التعازي والبكاء والعويل، كل هذا حاربه شيخنا. وهكذا الرجل الصالح لا بد أن يضع وصيته إذا ما مات يوصي ألا جمع بعد الدفن. وهذه كفايته إخواني، أنكم تصلون عليه صلاة الجنازة، هذه تكفيه أيها الإخوة، صلاتكم ودعواتكم تكفيه. أما بعد دفنه انقطع صلته بهذه الحياة، فلا داعي للبكاء والعويل، ولتتوكلوا جميعا على الله. أبنائي أسأل ربي أن يطيل أعماركم ويسدد خطاكم ويجعلكم من دعاة الحق يا أيها الإخوة والأبناء، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة والأبناء. رحمنا الله وإياكم وأطال أعمارنا جميعا وكتب لنا سعادة الدنيا والآخرة. إن ربنا جواد كريم. وصل يا ربنا وسلم وبارك على نبينا محمد. محمد بن الحاج رحمه الله نسأل الله أن يتقبله ويجعله في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. يستودعكم الله سبحانه وتعالى، يستودع الله فيكم الدين الإسلام والإيمان والإحسان والعلم، تعلمه وتعليمه وتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. والشيخ محمد سيد حاج كان رجلا فاضلا، أسأل الله العلي العظيم بفضل العظيم أن يمكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعله حفرة من حفر النار. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا بعده، أن يرحمنا أحياء وأن يرحمنا أمواتا، وأن لا يفتننا بعده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صلى الله عليه وسلم.
وأكرموه بتصديق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإكرام والفضل في الله. يكرموه بتصديق سنة المصطفى التي دافع عنها. كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت يقول سلوا أخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. إن هذا الإكرام يفضل بالله نكرم به شيخنا الفاضل. اتقوا الله يا عبد أسأل الله له الثبات وأن يدخله الله تبارك وتعالى الجنة. وقد علم أهلها أنهم دعاهم إليها، وقد علم أهله أنهم دعاهم إليها، وسعى وراء إدخال المؤمنين إلى الجنة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبعده عن النار. وقد علم أهلها أنه كان يحذرهم منها. الشيخ جزاه الله خيرا داعية إلى الله عز وجل، داعية إلى طريق الجنة، داعية إلى طريق الخير، يتبع شرع الله. قال الله عز وجل في هذه الأخلاق أن يثبته عند السؤال. هذا أعظم إكرام تقدمه له يخطب بالله. هذا أعظم إكرام نقدمه للشيخ الذي أفنى عمره في خدمة هذا الإسلام وخدمة هذه الدعوة. فقد كان ينفي عن الإسلام تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كان جزاه الله خيرا داعية للإسلام، حاميا لحمى الدين، حاميا لحمى العقيدة. نسيبه إخوتي بالله بسؤال الله تبارك وتعالى أن يثبته في هذه الأمور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته في هذه اللحظة. كان عليه الصلاة والسلام إخوتي بالله يأمر المؤمنين بالتبع. كان عليه الصلاة والسلام بمثل هذه اللحظات يذكر الناس بأمر مهم جدا. يقول عليه الصلاة والسلام التكفير. قالوا لأخيكم التثبيت، 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 لأخيكم التثبيت، لأخيكم التثبيت، لأخيكم التثبيت، لأخيكم التثبيت.
السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته يا رب العالمين، اللهم ثبته يا حي يا قيوم يا اللهم ثبته عند السؤال. قالوا له شاهدتم التثبيت يا اخوتي في الله، كل منكم يتوجه الان بقلبه الى الله عز وجل ويسال الله تبارك وتعالى اللهم ولا تحرمنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم يا رب العالمين. يا رب العالمين تجاوز عن سيئاته زيد في حسناته يا رب العالمين في هذا اليوم المبارك يا ارحم الراحمين. تجعل جسده طاهر في الفردوس الاعلى يا الله. تجعل غفر روضة المراد جنة تحت الانهار في جنات النعيم. اللهم يبارك رسول الله يا الله. اللهم تجعل قبره في الجنة، اللهم تجعل كفن من الجنة، اللهم تجعل قبر روضة المراد جنة تحت الانهار في جنات النعيم. اللهم لا تحرمنا يا بعده. لذلك يا اخوانا لا يجوز الجهاد وان نخالف الشيخ فيما يدعو كان اليه، لانه الشيخ كان يحذر من البدعه وكان صدقا منيعا على عقيده التوحيد بالليل والنهار. فنسال الله جل وعلا ان يتقبله وان يجعله من يعني ان ترفع منهج اهل السنه والجماعه ومن هدي النبي عليه الصلاه والسلام. جزاكم الله خير ونصرف ان شاء الله. جعفر